اكتر حد صعبان عليا من اول ما ظهر محمد علي هو السلطان العثماني، اصل كل الاهداف كانت في مرماه. فاكر صلح كوتاهية اللي عمله السلطان العثماني مع البجح اللي كان داخل على الاستانه؟ شكلك ما شفتش الحلقه اللي فاتت، روح شوف هاجري. المهم السلطان العثماني لما لقى محمد علي مش همه حد وداخل على العاصمه نفسها، قال لك انا هاخده على قد عقل واعمل معاه صلح لحد ما ارتب نفسي واظبط اموري واجيب محمد علي في شويه. وقام رايح بعدها لروسيا سنه 1833 برضه في شهر 7 في عز الحر، احفظ التاريخ ده زي اسمه، وقال لها انت هتساعديني اطرد محمد علي من الشام تمام؟ قالت له تمام. في نفس الوقت كان محمد علي عمال يمهد لقناصل الدول الاوروبيه ويقول لهم على فكره ان هو هيستقل، وهم قالوا له بلاش، فبدا يقتنع. بس رجع لهم تاني بعد كام سنه وقال لهم يا جماعه انا هستقل. قال له افتكر ان احنا قلنا لك بلاش. والكلام في الفتره دي وصل لانجلترا اللي راحت بعدها للسلطان العثماني وسوست له وقالت له هو انت هتسكت؟ ده حتى مش راضي يلغي الاحتكار اللي خرب بيتنا ده، وكمان عاوز يستقل، انت لو ما تصرفتش انا هتصرف. قال لها سيبهولي. وطلع السلطان باسطوله وقابل محمد علي باسطوله، وحصل بينهم معركه اسمها معركه نصيبين او نزيب. وخد المفاجأة بقى، السلطان اتهزم، ده كمان قائد الأسطول العثماني راح مسلم الأسطول كله لمحمد علي من غير حرب، وقال له أحلى أسطول عليك يا باشا. وبدل ما كان السلطان العثماني خارج من بيته يقدم محمد علي، رجع خسران، ومحمد علي كمان واخد أسطول هدية. عشان تبقى تسمع بعد كده كلام الأجانب يا سلطان. بس الانتصار ده كان انتصار حزين لحد معين، لو عارف مين هو قول لي في الكومنتات. سلام.